قصة القاتل المتسلسل والرموز الغامضة في لوس أنجلوس. في أواخر السبعينيات القرن الماضي بدأت مدينة لوس أنجلوس تعيش حالة خوف غير مسبوق. جرائم متفرقة بلا نمط واضح، لكن كان هناك تفصيل واحد يتكرر في كل مرة، تفصيل أربك الشرطة وأرعب السكان. في مسارح الجريمة كانت الشرطة تعثر على أوراق صغيرة أو كتابات على الجدران، دوائر، صلبان، أشكال هندسية غير مفهومة، لم تكن كلمات بل لغة مجهولة. الصحافة أطلقت عليه لقب القاتل صاحب الرموز. خبراء التشفير حاولوا فك هذه العلامات، بعضهم قال إنها شفرات قديمة، آخرون اعتقدوا أنها رسائل تحد موجة للشرطة، وآخرون اعتقدوا أنها رسائل تحد موجهة للشرطة، لكن لا أحد استطاع فهم معناها الحقيقي. الغريب أن الجرائم كانت تتوقف أحيانا لأشهر ثم تعود فجأة، وكان القاتل يلعب لعبة الصقر. في إحدى المرات وصلت رسالة غامضة إلى صحيفة محلية تحتوي على رموز متشابهة وتوقيع واحد فقط، دائرة يتوسطها خط. لم تهدد الرسالة أحد، لكنها قالت جملة واحدة فقط بعد فك جزئي للشفرة: أنتم تراقبون الظل وليس من يصنعه. رغم التحقيقات الواسعة، رغم الشهود والمشتبه بهم، لم يتم القبض على القاتل أبدا. اختفت الجرائم كما بدأت، وبقيت الرموز محفوظة في أرشيف الشرطة، كأن أكثر الألغاز غموضا في تاريخ لوس أنجلوس. السؤال الذي بقي: هل مات القاتل؟ أم قرر التوقف؟ أم أنه ببساطة لم يرد أن يفهم؟ إلى اليوم ما زال هذا الملف مفتوحا، وما زالت الرموز صامتة، لكنها تراقب. إن أعجبتكم القصة ضع اشتراك أو تعليق، وشكرا.